تحليل مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا بالدوري. الزمالك النهارده فاجئنا، او بمعنى اصح المدرب الكولومبي خوان كارلوس اوسيو فاجئنا بخطة لعب ما حدش بيلعبها غير في البلاي ستيشن. يعني اللي بيلعب منا بلاي ستيشن عارف خطط اللعب 4-1 4-1 دي ما حدش بيلعبها غير في البلاي ستيشن. يعني خطة هجومية بحتة وتنظيم في الملعب. هو شايف ان الزمالك يقدر يلعب طريقة اللعب دي. طب هو شايف قدرات اللاعبين مناسبة للخطة دي ولا لأ؟ هو ده اللي أنا هتكلم فيه. بس أنا حابب أنوه على حاجة. هو المدرب لما يحط خطة مش شرط يكون الخطة دي اللي هو هيلعب بيها بقية المواسم. هو المدرب ممكن بيحط خطة واثنين وثلاثة وبيجرب كذا خطة بحيث إن هو يوصل لطريقة لعب معينة. طيب، قدرات اللاعبين الزمالك بالنسبة للخطة دي كويسة ولا وحشة؟ هي بصراحة قدرات لعيبة الزمالك، اللعب من ورا، وان انت تبني من ورا وتلعب تطلع من تحت لفوق، وان اللعيبه تباصي وتطلع بالكوره. انا شايف ان لعيبه الزمالك قدراتها ما تسمحلهاش ان هي تقدر تلعب بالطريقه دي، بس مع شغل المدرب ممكن يقدر يوصل لهم مرحله ان هم يقدروا يلعبوا طريقه اللعب دي. طيب، في نقط معينه لازم نقف عليها. هو النهارده مش مركز على طريقه اللعب بس، هو مركز على حاجات فنيه لبعض اللاعبين محتاج ان هم يعملوها ومحتاج ان هم يطبقوها. وفي نفس الوقت هو حب يجرب اكبر عدد من اللعيبه. يعني الشوط الثاني اللي هنا بيغير 5 لعيبه. طب هو غير 5 لعيبه ليه؟ غير 5 لعيبه دول وثبت طريقه اللعب عشان هو عاوز يجرب اكتر عدد لعيبه في مراكز معينه هو هيشوف هيبني عليها بعد كده. طب الزمالك هيلعب 4-1 دي الماتشات اللي جايه. اعتقد بنسبه كبيره بس مع تغير الواجبات الدفاعيه والهجوميه للاربعه اللي قدام، اللي كانوا النهارده ابراهيم نضاي، يوسف اسامه، شيكابالا، و واحمد سيد زيزو. طيب بالمناسبه احمد سيد زيزو يعني هو اللعيب بالنسبه له الجوكر اللي يقدر يحل له كل المشاكل في المراكز بتاعه خط النص. يعني عايزه يلعبوا 8 هيلعب، عايزه يلعبوا 9، عايزه يلعبوا 10 حتى هيلعب. كل المراكز احمد سيد زيزو بيلعبها. الوينجات هيلعب كل الوينجات بطريقه اللعب بتاعته باختلاف طرق اللعب. يعني اللعيب الجوكر اللي هو هيبقى بالنسبه لاوسيلو في اي طريقه لعب هو احمد سيد زيزو. انا كنت امبارح كنا اتكلمنا وقلنا يا ريت ما يبداش بزيزو عشان انا مش حابب ان هو ياخد ريسك لو لعيب مش كامل، مش جاهز بدنيا وفنيا ان هو يلعب ماتش 90 دقيقه. في حين احنا محتاجينه ماتشات تانية. بس من واضح من اداء النهارده احمد سيد زيزو ان هو لا، جاهز ومستعد ومتهيئ نفسيا، والخطه يعني زي ما بيقولوا كده الخطه مناسبه معاه لطريقه اللعب دي. فبالتالي يعني مشاركه احمد زيزو تجهيز كويس لماتش مباراه السوبر اللي جاي. طيب تنويه بس لبعض اللعيبه، انا عايز بس اسالهم شويه اسئله كده، والله مش انتقاد، انا بدعم كل اللعيبه في الفتره دي وبدعم المدرب وبدعم الجهاز الفني. انا مش وقت ان احنا ننتقد وان احنا نوقع لعيبه، ووقت ان احنا نهمد حد ولا ان احنا نقف ضد حد. انا بس عايز في بعض اللعيبه كده تفوق وتصحى. يعني تفوق وتصحى. يوسف اسامه نبيه، انا محتاج تقف مع نفسك كده وتراجع نفسك. انت ايه اللي عملته في الفتره اللي فاتت دي كده تيجي تسترجع ماتشاتك وتشوف انت عملت ايه في الماتشات اللي فاتت دي كلها. لان ادائك مباراه عن مباراه بيسوء، واللعيبه اللي دخلت الدوامه دي ما خرجتش منها. في لعيبه كتير طلع كويسه وبعد كده دروب، بعد كده ما حدش شاف اللعيبه دي تاني. لو هي مشكلتك في موضوع التجديد والعروض لا، لازم تحسم موقفك من دلوقتي. يا اما هتكمل في الزمالك يا اما هتكمل في اي نادي، بس عشانك انت. انا بكلمك والله لمصلحتك انت. يعني انا شايف ان انت لعيب كويس وخامه وشيره، بس بالاداء والاداء والطريقه اللي انت بتلعب بيها دي انت هتبطل كوره قريب. مش هتبطل كوره، هتدنك بقى تتدرج في المستويات، تنزل 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 لحد ما تلاقي نفسك بعد 4 5 سنين بتلعب درجه تانية اللي ما لحقتش نفسك. طيب محمد عبد الغني، عندك محمد عبد الغني محتاج تفوق شويه في تغطيه الدفاع، لان في كذا كوره. في نفس الوقت لما يكون 1 على 1 ما تترقصش بسهوله. مش ما تترقصش بسهوله، ما تبيعش نفسك بسهوله. صلاح محسن انت في كوره غطيت له الاوفسايد فيها، غطيت بعديه فغطيت له الاوفسايد، وصلت هو والونش مان تو مان. الونش برضو اتلم برضو فنفس الحركه اللي اتعملت معاك، بس انت بعت نفسك بطريقه غريبه في الكره اللي هو انت وصلاح محسن. هو خدك يمين فانت رحت يمين ما رجعتش،
ففي حاجه، انت في حاجات فنيه لازم تكون عارفها. هي لعيب معين بيلعب برجله اليمين، ولعيب بيلعب برجله الشمال. وفي وضعيات شوط معينه مش عارف يشوط، يعني هو متطرف خالص، فلازم هيلم الكوره. لما يلم الكوره يلاقيك انت قدامه، يلاقيك انت في وشه، لازم تتوقع اللعب اللي طريقه لعب الراجل اللي قدامك. وصلاح محسن يعني انت مش اول مره ماتش تلعب قدامه، يعني انت قدامه ماتشات كتير جدا. فاتمنى التركيز وان انت تفوق. حاتم، انا شايف حاتم ما اعرفش كان طريقه اللعب كان واخد واجبات ان هو يخش نص الملعب وشيكابالا يتطرف او ابراهيم نضاي يتطرف مكانه. محتاج بس من حاتم يبقى اهدى من كده في الملعب، ومحتاج ما يخافش